يا مساء الفل. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الترمس والحمص. هتعمليهم وهتاكليهم في اقل من نص ساعه، والسر في معلقه السحريه اللي هنحطها على الترمس وهو بيتسلق. وهنعمل له بقى تحبيشه او خلطه كده حلوه جدا هتخليه زي حمص الشام بالظبط. تعالوا كده نسمي الله، بس ما تنسوش لايك وكومنت حلو منك كده، ونصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم. سميت الله وجبت الترمس نقيته، لو في اي حبه فاسده كده خليها على جنب. واهم حاجه اللي انت تنقعيه من بالليل للصبح، ولو انت مستعجله انقعيه لمده 4 ساعات في ميه مغليه، بس اهم حاجه لازم تنقعيه. هتبصي تلاقي الحبه بتاعته زادت. اخدته كده وغسلته 3 4 غسلات، حطيته في الحله اللي انا هسلقه فيها وهحطه على النار. وجبت الحمص بعد طبعا ما نقعته برضو لمدة 3 4 ساعات في مية مغلية، حطيتهم هما الاتنين على النار. والسر عندي هنا اللي هيخلي الترمس يستوي في أقل من ساعة معلقة سكر. حطيت معلقة سكر على الترمس وهغطي عليهم وهسيبهم يستوي براحتهم. الترمس بعد ساعة بالظبط هتبصي تلاقيه كهرمان. في ناس بتحبه مستوي زيادة وفي ناس بتحبه في عضة كده، أنا بحبه يكون مستوي زيادة. والحمص طبعا في اقل من نص ساعه يكون استوى معاكي. اخدتهم كده في الحوض، غسلتهم 3 4 غسلات كده، لازم تغسليه كويس جدا. وبعد كده بحط ميه نظيفه من الحنفيه. طبعا انا ما حطيتش ملح خالص، هحط ملح وبحط كبشتين كده من الحمص عشان اعمل ميكس من الترمس والحمص. وحطيت الملح، ظبطت الملح. وتعالوا بقى نعمل التحبيشة او الخلطة اللي هتخلي الترمس والحمص زي كده بالظبط حمص الشام. حطيت ملح، معلقة كبيرة من الكمون، معلقة كبيرة من البابريكا، والبابريكا أساسي معانا. وحطيت شطة، حابة تستغني عن الشطة مفيش مشكلة. وكمان الليمون، حطي ليمون بقى زي ما انت عايزه. خدت كبشتين من الميه بتاعه الترمس وحطيت الترمس، وحطيت بقى على الوش كده ليمون وكمون وبابريكا. والخلطه دي حلوه قوي قوي قوي، انا واثقه ان هي هتعجبك. بقيه الكميه انا بعمل بس على قد ما انا عايزه، بقيه الكميه بسيبها زي ما هي كده. وعلشان ما يعملش معاكي ريم لما تيجي تاخدي، خدي بمعلقه او كبشه تكون نظيفه. ولو انت عامله ما شاء الله كميه كبيره، كل 3 ايام هتغيري المية وتحطي ملح، يقعد معاكي ما شاء الله بالاسبوع ما يجرالهوش اي حاجة. شايفين؟ تحفة. التحبيشة والخلطة دي حلوة جدا جدا. كده الوصفة خلصت، ما تنسوش لايك وشير وكومنت حلو منك كده.